السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيبتي في الله، مرحبا بكم مع أم نبراس. اليوم إن شاء الله كما راكم تشوفوا راني جبت لكم هذا البخاخ نتاع الشعر الرائع بمكون واحد فقط، تقدروا تخدموه في المنزل، سهل جدا، راح يدير لك نتيجة رائعة للشعر نتاعك، ينبتهولك، يطولهولك، خاصة وراح يوقف لك من تساقط الشعر، ماهوش اللي يبس الزغبة، بل رائع جدا في عملية تطويل وتكثيف الشعر. تبعوا معايا الوصفة اللي راح نبداها لكم، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبداو الوصفة السهلة. أول حاجة أو تقريبا الحاجة الوحيدة في وصفتنا هذه اللي هي هاد العشبة. هاد العشبة اللي راكم تشوفوا فيها هي عشبة الأملة الهندية، أو كما يسمى عندنا هنا بعشبة الأملج. عشبة الأملج نورمالمون الكثير منكم راهو سمعها أو سمع عليها مؤخرا. هي عشبة هندية رائعة، خاصة في تطويل الشعر، يستعملوها الهنود كما رانا شايفين شعراتهم، يستعملوها في تطويل شعراتهم وتكثيفهم، وكذلك إنبات هذوك الشعيرات الأمامية اللي تجيكم ناقصة، أو الفراغات، إنبات الفراغات في الشعر. هذا عشبة الأملج تلقوها عند أغلب العطارين أو العشابين عفوا، تلقوها عندهم بسعر 40,000 50,000 60,000 100 غرام، تخدم لكم كمية ما شاء الله عليها. عشبة رائعة بتجربة الكثير من الناس اللي وريتها لهم وجربوها، والناس كثير جربوها كذلك من خلال الوصفات الهندية. نشوف الوصفة مع بعضنا وش فيها. نروح للوصفة سهلة جدا وبسيطة. في إناء راح تجيبي كوب من الماء، تحطيه في إناء تاعك، وتجيبي أيضا ملعقة من عشبة الأملة أو عشبة الأملج، هكذا تحطيها. أنا تقريبا درت ملعقتين لأني عاود من بعد زودت الماء. تحطي عشبة الأملة عشبة الأملج على النار، هكذا تكون نار متوسطة، تغطيها وتخليها لمدة ربع ساعة، ما تطوليش بها، يعني ربع ساعة، أقل من 20 دقيقة، خليها حتى تغلي ويتبدل اللون نتاع الماء، وتتحصلي على هذا اللون اللي راكي تشوفي فيه. هكذا تطفي عليها النار وتخليها تبرد في غرضها، ومن بعدين تديريها في بخاخ كما هذا. راح نقول لكم طريقة الاستعمال. طريقة استعمال هذه البخاخ أو هذه العشبة، راح تشدي الشعر نتاعك كامل، تفتحيه وتشدي البخاخ وتبخيه مليح مليح على فروة الرأس أو فروة الشعر. بخيه مليح على الفروة، وودلكي مليح مليح حتى تحسي الفروة نتاعك بدات تسخن. خليه لمدة ساعة إلى ساعتين، تعودي تشللي شعرك بالماء فقط. تقدري أيضا إذا كنتي من جماعة اللي ما يقلقوش، تقدري تخليها وتبخيها وتخليها يوم كامل، ومن غدوة تغسلي، ولا تقدري أيضا ما تغسليش عادي جدا، خاصة إذا كان الشعر نتاعك ماهوش جاف، تقدري تخليها في الشعر تاعك. راح تلاحظي النتيجة من الشهر الأول من الاستعمال. استحفظي بها في مكان بارد باش ما تفسدش.